الخير. مساء الخير. ما تخافيش يا استاذه، احنا بنطلع شويتين دول. ماشي اتفضلي يا جماعه. في اقعد يا منى. بنتعلم. مساء الخير. مساء الخير. يلا اقعدي بقى. مساء الخير عليكم. احنا جايين نزوركم النهارده وجايبه لكم حد نرقص معاكم. حاضر هنرقص معاكم. جايبه لكم ضيفتنا النهارده. ممكن اقدمك يا منى؟ معانا النهارده ضيفتنا الجميله الفنانه الشابه منى هلا. ما اتاخرتش علينا وجايه تزور حاله انسانيه النهارده في دار عقل نوفل. حلقات. وان شاء الله نشوف نسلم على المرضى. تحبي تسلمي عليهم؟ نعم. ما ضربتيش معانا ليه؟ شكلك حلو قوي. مش تيشرت. تعالي ترقصي معايا. جميله زي ربنا يخليك يا بنت. ربنا يخليك. ميرسي. احنا جايين نقعد معاكم شويه، هنطلع للدكتور. اهلا وسهلا. طيب انا مقلقه منك. طب تعالي هنجيلكوا تاني. اوكي هنستأذن منكم. معلش يا منى. ترابي معايا. حاضر هطلع بس للدكتور. هنطلع ونجيلكوا. السلام عليكم. اتفضلي يا منى. يا هلا يا هلا يا هلا. جميلة الجميلات منى هلا. اهلا وسهلا اهلا. اتفضلي اتفضلي. صورتنا جميلة ربنا وحشانة جدا. انت اكتر يا دكتور. اهلا بيكي. عامل ايه؟ منورة يا فنانة. ربنا يخليك. اهلا بيكي اهلا وسهلا. حضرتك بتشوف التلفزيون على كده بقى؟ طبعا بجد والله؟ انا بحب الفن جدا ومتابع معظم اعمالك. طب كويس. معقولة؟ عامل ايه يا دكتور؟ منورة. حضرتك اللي وحشانة جدا يا استاذة. جبت لك فنانتنا الجميله منى هلا. عايزين انا عايزه اسالك على حاجه بس. هي الصوره دي حقيقيه بجد؟ طبعا طبعا. داستن إنجلينا هوفمان؟ جولي. رحت هناك زياره وتعرفت عليها. ما تتصوريش لما اتقابلنا عملت ايه. يعني وليه؟ انجلينا جولي. انجلينا شوفي في مهرجان كان ايه يا عم؟ اول ما اتقابلنا. لا لا دي صديقه عزيزه عليا. هو أوي على أوي طول أوي. مسافر بره يعني بجد تقريباً والله؟ مؤتمرات. وقت كتير. مؤتمراتنا كلها دايما تبقى في اوروبا في اسيا في افريقيا. يعني بص دي في مستشفى ايه؟ الطب النفسي الاول في اسيا وافريقيا. انت كتير منورة. علينا يا دكتور والله هنا. مش واخد حقك كتير. للاسف للاسف. طب يا دكتور النهارده احنا جايبين منى. انا قلت لمنى ان احنا هنجيب حاله عشان نتعرف عليها وتقعد معانا شويه. طيب انا مش فاهمه. هم الناس عندهم حالات نفسيه ولا مجانين ولا بصي، شمامين ولا احنا هنا بنعالج المرضى النفسيين وبنعالج الادمان. وبتسيبوهم مزروتين كده كله على بعض؟ لا يا فندم ازاي؟ لا لا اصل في واحد إحنا تحت بيقول ان لقيناهم هو تحت. عنده الزهايمر وحرام اخته جايه ورمياه وبتاع. ده حقيقي؟ حرام. لا. ما هو للاسف يا استاذه شيماء زي ما حضرتك عارفه عندنا الاهالي بتخاف تيجي لو يقول لك بص اخوها مريض نفسيا اختها مريضه نفسيا وكأن الطب النفسي ده عيب. كلنا مرضى نفسيين بس بالظبط. كل واحد بدرجه معينه. برافو عليك. صح. بس يعني ازاي تسيب واحد بيتعالج من الادمان مع واحد عنده الزهايمر؟ لا 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 هو ويك خلاص حضرتك جيتي في الويك اند بتاعهم فبياخدوا ويك اند؟ يحسوا انهم عايشين. اللي عاوز يتفرج اللي عايز يروح يتفرج على التلفزيون اللي يتابع باسم يوسف. دول كانوا كده يعني. بيرقصوا بس هم دمهم خفيف. ده احنا جداً. دخلنا لقيناهم كانوا بيعملوا عندهم فقره رقص هايله. تدريب عندهم ايقاع. مواهب هايله جدا. يا ريت تشاركيهم بوجودك معانا كده. ماشي. والله هو مش خطر يعني؟ لا 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 مش كلهم الخطرين دايما بنعزلهم لوحدهم بنخاف على المجموعه منهم. في حالات كتير اكتر من كده في المستشفى. انا جيت هنا اكتر من مره فعلا. بس ايه بقى ايه الخطرين دول؟ انا عمري ما بفهم اصلا يعني اللي بيطلع في الافلام ده صح عنبر الخطرين والكلام ده؟ اوه لا بس اللي بيحصل في الافلام ده ما حدش يطلع والله دماغه طاسه. ما حدش يطلع عريان ولا بس البرميل. لا لا بص كويس انك فتحت الموضوع ده لحسن الفن بصراحه شوه الطب النفسي في عيون الناس وكرههم فيها. لا 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 لو لا كمان لا. بيطلعوا الدكاتره النفسيين بصراحه هو لا. بس تخيلي بقى اديك قاعده شايفه حاجه. لا بس هو الفانكي الصوره دي فانكي قوي. انا كل ما الهيكل العظمي ده. بتلفت انتباهي ببقى مبسوطه نفسي اخدها معايا. لذيذ قوي. طب يا فانكي دكتور كده. هتأمرنا بالحل عشان نبدأ نصور؟ عينيا يا فندم عينيا الاثنين. انت هتقابله فيصل. فيصل ده مهندس مجتهد وكان شاطر جدا ومتميز في دراسته. عاش يحلم بانه مخترع. جري ورا الحلم ده لغايه ما هو عقله ضرب. الموتور شاط. فعايش على انه مخترع. مخترع ايه بالظبط؟ اخترع ايه؟ ايه ده بقى اللي حضرتك هتعرفيه. ماشي اوكي.
يعني اتمنى تعرفي منه. سوري يا فندم. اتفضل. سوري. الو، ايوه نجم. مش هاخرك يا ايوه ماما. ست. معلش مش هاخرك. لا عينيا حاضر. طب بصي بقى، ابعتي لي فيصل بعد اذنك. اوكي؟ الضيوف عايزينه، بس اولا عشان الناس مستعجله جدا. مش عارفه هنسال بتعملي حاجه ميرسي اليومين دول؟ ميرسي. شكرا. بشتغل على بروجرام كوميدي كده بتاعي بس مش صحيح؟ عملنا منه حلقه واحده بس لسه ما ان شاء الله يكمل يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. عارفه لو تشاوري عقلك كده وتيجي تشرفينا كده اسبوع نقاهه تبقي هايله. حاضر يا دكتور. ما انا بص انا مخي ضارب بس مش لدرجه ان انا بجد؟ اتعالج نفسيا. والله نفسي يا استاذه شيماء اغمض وافتح كده الاقي المرضى والعاملين والمجموعه كلهم منهله، كلهم منهله. مفيش قلت شكلها الكلام ده وريحتها لكام واحده وجمالها. قبل. لا خالص. والنبي لا نفسي ابص الاقي هنا مزه، الاقي هنا كانت مزه. منى بقالنا مزه ما شفتش حد كده رقيق زيك وشيك زيك وقمر زيك. لا بس انا مش رقيقه خالص. لا مين قال كده؟ والله يا نهار ابيض. عندي بهزر معاكي شيزوفرينيا. طبعا. بقول لك ايه يا دكتور، كنت أي منى حاجة. كانت لسه بتسالني دلوقتي بتقول لي فيصل اللي جاي خطر، حالته خطر علينا. لا بصي، هو بس ما تحسسوش ان هو فاشل، لان احساسه بالفشل ده بيهيجه. هو ده حد من اللي كانوا قاعدين تحت ولا حد جديد؟ لا هو مش جديد، هو موجود عندنا من فتره بس هو. لا قصدي من الناس اللي احنا شفناهم تحت في السكشن. لا ما اعتقدش، لا لان هو كان عنده جلسه. جلسه ايه؟ جلسه كهرباء كده من ساعه وقاعد في غرفته. الحلقه يا دكتور. تعالى يا فيصل يا حبيبي. في تعال. تعال تعالى يا قمر، اتفضل. مين دول؟ تعالى شوف مين جاي لك مخصوص يا فيصل. بيعملوا ايه دول؟ بيصوروا. تعالى. المهندس فيصل. شايف يا فيصل مين جاي يزورك؟ فيرجينيا السينما المصريه كلها، منى هلا. بخاطرك. هم فاكرين لما يبعتوا لي واحد ناس حلوين يعني هقع. تقول ليه؟ دول غلابه قوي، ده واسعين في خيالهم قوي. بص يا فيصل، احنا جايين، احنا بس هنسجل معاك، مش هنأخرك. شو بس تعبان شويه بس ما تخافوش. فيصل ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ انا الحمد لله تمام قوي ومش قلقان ولا في اي حاجه قلقاني، يا حبيبي. واثق من قدراتي على الاخر يعني. طيب جميل جميل. طب فيصل ممكن نسجل معاك؟ انا مش جاهز بصراحه يعني، بس عشان ايه رايك يا دكتور؟ طبعا ده جايين مخصوص علشانك. استاذه شيماء واستاذه منى جايين علشان خاطرك يا باشمهندس. طب يا دكتور معلش هنبدأ نصور، انا هبقى اقول لهم اوكي. طب انا معلش هستأذنكم 5 دقايق وجاي على طول. نعم. عندي حاله نعم. بس اشوفها وجاي. لا مش هتأخر. لا 5 دقايق يا فندم. يا دكتور عشان اسجل. عندي تحت قلق ومرضى عاملين ثوره وعايزين مرضى إيه؟ ربع ده مريض مشكل ربع برضه. مشكل. ما هو ده أجيب مريض لهم إيه واحنا ربع جايين لك، مشكل؟ من احنا ساعة ما شافوك. مش أعمل احنا إيه؟ ضيوفك يا دكتور برضه. 5 دقايق انا مش هتأخر. فيصل يا حبيبي. طب يعني اتكلم معاه عادي، سجل معاه مفيش مشكله. لا خالص خالص خالص. دول بيعملوا ايه بقى؟ دول بيصوروك يا بيصوروك حبيبي. يا حبيبي. ما حدش يا فيصل فيصل؟ فيصل مهندس فيصل. اكيد 5 دقايق رجعنا كده. وما تتاخرش لو سمحت من فضلك. لا حالي يا فندم حالي. معقوله. انتوا بتشتغلوا ايه؟ هي بتشتغل مذيعه وانا بشتغل ممثله. صح. اسمك ايه؟ انا اسمي شيماء. وانتي؟ منى. انا فيصل بقى. اهلا وسهلا. انا عبقري. دوري الروم. باين، دوري الروم. ثانيه واحده نصور. ماشي اوكي. يلا يا رب. هي الشنطه دي انت شايل فيها ايه؟ اهلا يا فيصل. ليه؟ ما حدش يسال في اللي ملوش فيه لو سمحت. طب خلاص انا اسفه معلش. مش عايزه تسالي حاجه يا منى؟ لا يا عم بصراحه بقى قولوا لي كده بقى، انتوا جايين عايزين ايه مني؟ احنا جينا نزورك وهي جايه تزورك مخصوص يا فيصل، واحنا الدكتور حكى لنا ان انت مهندس عبقري ومخترع وهتحكي لنا عن اختراعاتك. ممكن؟ اكيد. طب اتفضل. الطياره دي بقى، ايه دي بقى؟ دي طياره يعني ما حصلتش قبل كده، هتقلب موازين الحروب كلها. حروب ايه؟ الحروب اللي انت بتشوفيها، الحروب العالميه داخليا وخارجيا، دي مشكله. انا هقول لكم على السر. بس اوعى حد يجيب سيره، لان لو حد جاب سيره هتجيبوا لنفسكم مشاكل ملهاش حل. انا بقول لكم اهو. نجيب سيره لمين طيب؟ انت ما قلتلناش حاجه، قول لنا واحنا مش هنجيب سيره. حاضر. انا عرضت التصميمات بتاعتي للمخابرات المصريه وللاسف ما حدش رد عليا، مش عارفين قيمتي. طب انا هقول لكم على حاجه، لسه من يومين بعت لهم بليز كول مي ولا حد رد عليا. بليز كول مي مين؟ المخابرات؟ ما ردوش. يمكن مفيش رصيد ولا حاجه يا منى. وبعت لهم ايه ما تصميمات عندهمش ايه بقى؟ رصيد. احكي لي يا فيصل. التصميمات بتاعتي. بتاعت ايه؟ بتاعت الطياره؟
دي طياره حربيه؟ طياره دي مشكله خطيره دي. طب احكي لنا دي بجد داهية والله دي. بتشتغل احكي لنا ازاي بقى. بقى؟ احكي لي انا كده. هقول لكم على حاجه. انا في 4 مخابرات حربيه بتطاردني من ساعه ما عرفت الموضوع ده. مين؟ الموساد واحده منهم؟ الموساد، الامريكان، كل دوت من ساعه ما عرفوا الموضوع دوت هم عمالين يلفوا ويدوروا حواليا. يلفوا ويدوروا حواليا وايه قلبان بقى ويبعتوا لي مخبرين في كل حته. انا خلاص عايزين يجننوني بس انا ليه؟ انا مش مديلهم الفرصه اصلا. انا اصلا معايا جهاز انت مراقبه معكيش نمرة التليفون بيراقبهم على طول. بتاع الدكتور انا سبت تليفوني تحت في العربيه في الشنطه. ايه في ايه؟ لا مش لا يا حبيبي مفيش حاجه. انتوا بتجيبوا سيرتي؟ لا والله ده احنا بنتكلم على بسألها على دكتور عقل نوفل. الجهاز ده بيكشف لي كل حاجه. ازاي بقى؟ في ايه؟ طب ما هو ما زمرش. انت قلت لي شغاله ايه؟ ممثله وانتي؟ مذيعه. المهم بقى اللي انا قدرت اوصل له ان المخابرات الانجليزيه والروسيه والموساد الاسرائيلي بيحاول بقى يلف عليا من كل ناحيه ويعد عليا انفاسي، بس انا مش ساكت لهم. سبت لهم البلد وسبت لهم البيت وجيت هربت هنا مفيش فايده برضه. مين يعني اللي انت في جابك خطر هنا هنا؟ يا فيصل؟ انا في خطر، بس اقول لك على حاجه. هم بيتجسسوا بس انا بقى مسيطر. مين اللي جابك؟ مين اللي جابك هنا؟ مين اللي انا سبت لهم البيت وهربت وجيت هربت. لمين؟ انت ساكن مع مين؟ انا ساكن في العالم بتاعي اللي بخترع فيه المعمل بتاعي. اخترع فيه الطياره دي ولسه انت ما شفتوش اللي جاي. ايوه ده ساكن اقل مع حاجه مين؟ عندي. ساكن مع مين؟ ساكن مع لا ما مامتك تساليش مع ما والدتك؟ يخصكيش. طيب لو سمحت حاضر. دي كلها تفاصيل. طب تحكي لنا الطياره طب خلاص بتعمل ايه؟ أنا طيب احكي لنا الطياره بتعمل ايه؟ لا الطياره دي بقى مشكله قوي. الطياره ديت مش زي الطيارات اللي انتوا عارفينها. عشان تطلع الطياره تطلع تروح جايب مرشدين وبعد كده اول تاني تالت، ده كل دي قصه طويله اصلا وشغل كتير عمال على بطال وخلاص. لا دي بقى تروح ايه بقى؟ تروح دايسه بنزين ده طلع على طول كده. طب اشمعنى ليه حطيت عليها كل الشخصيات بتاعه ديزني؟ انت بتحب افلام الكرتون؟ طبعا طبعا. وللتمويه برضو عشان العدو ما يعرفش ان دي طياره حربيه. هقول لكم بقى Very اولا ديت بتتمون 10 متر ميه معدنيه تكفيها 10 سنين. بصوا بقى في حمله كده. بتحط فين الميه المعدنيه يا فيصل؟ اسمعوني بقى ما تقطعونيش. حاضر. دي بقى بتغطي الرؤيه على الاقمار الصناعيه وترش رمل تمنع المجال الجوي من اي حد يصور. بكده تلخبط حركه الطيران. ايه؟ نعم؟ بتلخبط حركه الطيران. اوكي. انا ما بحبش اعيد الكلمه مرتين. ماشي يا عم خلاص انا حاضر. انت برج ايه يا فيصل؟ برج ايه؟ انا ليه؟ بس سؤالك ده ذكي على فكره، متشكره قوي. بس انا بقى مش هريحك. ماشي. كفايه اني اعطيكم معلومات ب1,000,000 جنيه. طب على فكره احنا بنشتغل معاك، احنا مش ضدك، يعني لو عايز تجندنا في انتوا ما تعرفوش بقى الخطر فين. في البتاع اللي انت شغال فيه ده. ما تعرفوش الخطر فين. فين يا فيصل الخطر؟ الواد الامن اللي شغال تحت خدتوا بالكم منه؟ طلع عميل تبعهم. والله كل شويه يغمض عين ويقفل عين، يغمض عين ويقفل عين، وكل شويه يبعت التمرجي يشقر عليا. شويه يشقر وشويه يبقر، شويه يشقر وشويه يبقر ويعمل كده ويلف حواليا ويقعد يبص يشقر ويبقر ويفشقر. ايه الحاجات دي بقى؟ كل دي معالم يعني بالانجلش بيتجسس. يفقر ويبقر ويشقر. طب يعني ايه جاسوس بالانجليزي؟ يبقر. لا يعني سباي. ايه ده؟ ثواني. انا مش عارفه اعمل ايه، اسجل مع حد تاني ولا ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ سامعين؟ لما يجي الدكتور انا مش عارفه بجد يعني. سامعين؟ انا اسفه. شفتوا؟ اهو وصل. سامعين ايه؟ مين ده اللي وصل؟ بتاع الكشري. انت جعان؟ جعان ايه؟ انتوا بتتريقوا؟ بتاع الكشري كل يوم يعدي انا ظابط ميعاده بالملي. يقول ايه؟ وعندك كمان وده يعني معناه ايه بقى ده يعني؟ طب هو مش عيب مخترع عظيم زيك ياكل كشري؟ انت المفروض تاكل كباب، تاكل فراخ، تاكل حاجه. انا ما بحبوش. ما انت قطعتني في الكلام، لو تسمعيني هتفهمي. انت فيجيتيريان يعني بتاكل حاجات نباتي بس؟ بعيد عن الكشري خالص. ما هو الكشري نباتي. الكشري ما خلينيش اخترع. انا باكل حاجات تانية غير الكشري، قرنبيط، كرنب، الحاجات دي تولد الاختراع. الحاجات دي بتجيب انتفاخ ما بتجيبش اختراع. انا مش مصدقه ان الدكتور ما جاش. وصلوا. هما مين اللي وصلوا يا فيصل؟ اللي عاوزين يقتلوني. يا فيصل اقعد بس، مفيش حد عايز اللي عاوزين يقتلك. يقتلوني. مفيش حاجه حد يا عاوزين حبيبي. يسرقوا مني تصميمات.
هتعملوا انت تصميمات عشان انا ابقى ايه واقع. هيك انتوا بتضحكوا؟ انتوا كده بتستخروا بيا. لا والله. يعني انا الا لا والله انا كده الا يا فرحي. اقول لكم ايه؟ انا ملاحظ عليكم ان انتوا خايفين من الاول. لا والله. ايه يا انتوا عم؟ امنا عملت ايه يا عم؟ هنغدى بيكم لما تعيشوا بيكم. يا عم كلمني. هنغدى بيكم. ايه ده يا عم يا فيصل مكانكم. حد هيئ اعصابه؟ حد قال له حاجه؟ لا والله يا دكتور ابدا. يا عم. ايه بقى المصيبه اللي انت جايبها لنا دي؟ يا عم الحقنا يا عم. ابني ناس عشان اهدى يا فيصل اهدى يا حبيبي اهدى يا عمور انت عايز توصل لده. اهدى يا فيصل اهدى يا حبيبي اهدى يا فيصل اهدى يا بابا. قلت له ايه؟ انا قلت كلكم سيبوني انتوا معاهم خرجوا بره. سيبوني. انت طيب دخلوه انا اسفه يا منى. اموتكم انا اسفه. وانت قاعد تحت. تحت ما هبص له. اطمني يا عم سيبني يا عم. ده كمين يا حبيبتي ما تخافيش. كمين؟ اهدي يا ماما انت ناديتهم صح؟ اهدي. معلش يا منى معلش. اهدي بس يا منى. اهدي يا خلاص منى. خلاص يا منى معلش. حلقه باظت منك لله. منك حلقة لله. ايه؟ معلش يا منى معلش. انت ما انتش اصلك ما انتش حبيبتي. عارفه. ما انتش عارفه. والله لو دخلتهولي تاني. يا ماما ده كمين معمول لك. ده كمين المجانين. انت هنا حبايبنا في مستشفى الفنانين. فيك. دول كلهم ممثلين. وانت هنا معانا في رمضان في كمين في مستشفى المجانين. مبروك.